10 20 مريم نباتنزي البالغة من العمر 41 عاما والمعروفة أيضا باسم ماما أوغندا، هي أكثر النساء خصوبة في العالم حيث أنجبت 44 طفلا. سوف نحضر الآن بعض الهدايا لماما أوغندا، نريد أن نقدم لهم شيئا من الدعم لأن لديها الكثير من الأطفال. ما الذي تفضله ماما أوغندا؟ We have watermelon, tomatoes, onions, some mangoes, posho, rice, bread and sugar. تعيش مريم وأطفالها في منزل غير مجهز ولا يحتوي على أثاث، وهو مكونا من 4 غرف في قرية تقع على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة الأوغندية كامبالا. كيف حالك ماما أوغندا؟ نحن بخير. هل يمكنك أن تخبرينا عن قصتك؟ Zomuto yali asembayo era yandekanye n'ennaku 3 gimanyi kati ewawe ne waffe Uganda ey'abamama abataabo bamama abaddawo ne batuuka okutta baganda bange 5 n'ensigala omu. Kati baganda bange bamala okufa, abaganda bange bamala okufa wempeza emyaka 12 taata n'asalawo okunfumbiza. هل أنجبت كل هؤلاء الأطفال من ذلك الرجل؟ abaana abasooka nga bazaalanye n'emyaka 13 basatu, omuwala omu n'abalenzi babiri. Nekubya abaddankola nga nange sitasobola kumwagala nga buli mulaba ndaba ekyekanguko kye. بعد بيعها لرجل أكبر منها في سن 12 ولدت 15 مرة، 4 توائم ثنائية و5 توائم ثلاثية و5 توائم رباعية وطفلا واحدا في حملها الأخير، ومع ذلك فقدت 6 من أطفالها. كيف توفى أطفالك؟ abaana babiri sisita wange yabansaba sinza kugamba lumbe lwabatta kubanga nakera mutane mukubire simu ng'abaana balamu n'amaana akubire simu nti abaana abo bombi bafudde. Nejjukira ndi munaku ndi masiikini siina wengenda muwa wabire oli ayinako ki. Omu yali mulwadde wa mutima nembaleka wano n'afuna omusujja ekiro nga siriiwo. أنت تقولين أن أشقائك قد توفوا على يد زوجة أبيك، إذن أي أخت من أخواتك أخذت طفليك؟ Taata wange alinayo baganda bange abalala abakulu betwali tuddako. هل لك أن تخبرين المزيد عن زواجك وزوجك؟ Obufumbo bwaffe tekubanga mu mukwano, tekubanga mu kwagalana bikonde nga nze wakutaana ate nga ndi mwana muto. Tuzze tubeera mu mbirigi eyo bakugoba bwogenda paka mu nkomero ya byonna ekyasinga okuntabula. Nayina maama wange yankuzanga maama muka kitange ate n'agenda amwagala. Era ye yayambala n'olugoye lwange mu buntu ye yali badde maama takitegeera n'amuzaalamu n'abaana. Akati awo nga ndabira ddala nga وفقا لروايتها اعتاد زوج مريم إحضار نساء أخريات إلى المنزل، وكان يطلب من مريم أن تطبخ لهن وتغسل ملابسهن. في النهاية باع زوجها المنزل الذي كان يسكنون فيه وأخذ كل الأموال، وترك مريم والأطفال بلا مأوى وهرب. كانت مريم حينها تبلغ من العمر 37 عاما وكانت حاملا بطفلها الأخير. اصطحبت مريم أطفالها وقصدت منزل جدها لأبيها واتخذته مأوى لها. كيف عشت مع الأطفال؟ هل فكرت يوما في الاستسلام؟ kaseera kaatuukako nendabira ddala nga njagala nze kennyini nveewo naye bwe nasirikira ne ŋŋamba naye kati mbalekeraani kuba waliwo akasale katuuka ng'ekyokulya kigaanyi onaakaaba oli bw'omu bw'oti mu nsi toyina muyambi yenna. Taata w'abaana bwe yatundira awaka n'entambuza kigere okuva gye twali tubeera mayiro kumpi 30 n'omusobyo. نحن الآن في غرفة جلوس ماما أوغندا، إنهم يجلسون هنا ويتسامرون وينامون. إن هذا المكان يشبه المهجع، إنه يتسع فقط لنوم طفلين أو 3، فلك أن تتخيل كيف يعيش 15 شخصا في هذه الغرفة الصغيرة دفعة واحدة. بالطبع لا توجد مساحة للعب، هذه هي غرفة النوم الأخرى. كما ترون إنهم ينامون هنا معا. تخيلوا كيف ينام 7 أو 8 أطفال رأسيا. إنهم ينامون في مجموعات، ليس لكل طفل سرير خاص به، إنهم ينامون في مجموعات، فكل سرير ينام فيه طفلان أو 3 أطفال. ما الشيء الذي يشعرك بالندم؟ Nejjusa bakadde bange singa si be banzaala naye ate oluvannyuma n'oddamu oluvannyuma ne nga taata. هل وجدت والدتك بعد ذلك؟ Maama kyenje mulaba omwaka nga gumu neera tanjagala kati maama wamala tulekawo awaka. كانت مريم تحمل دائما صور والدتها التي أعطاها إياها والدها. بعد عدة سنوات شاهد رجلا الصور وقال إنه يمكنه اصطحاب مريم إلى منزل المرأة الموجودة في الصور في حال رغبت في ذلك. وعندما ذهبوا إلى المنزل لم تتعرف الأم على ابنتها مريم وحذرتها من الاتصال بها لأن زوجها الجديد ما كان يجب أن
يعلم أنها متزوجة من قبل ولديها أطفال، والأدهى من ذلك أنها أمرت ابنتها مريم بالابتعاد عنها وألا تعود مرة أخرى. لم يتم حتى طلاء الجدران، لديهم تلفزيون هنا للتسلية وثلاجة، إنها فارغة. أترى كيف حالة الأرائك؟ الوسائد اختفت تماما. إنهم أشقاء لكنهم أشبه بالأصدقاء، فئاتهم العمرية قريبة جدا، أكبرهم عمره 25 سنة وأصغرهم عمره 5 سنوات. ما الذي يقول الأطباء عن حالتك؟ تتمتعين بخصوبة فائقة؟ هل هي حالة طبية ما؟ Weewaawo naweza abaana 18 nagendako mu ddwaliro nga njagala okukoma ne bankera ne baŋŋamba nnyina amagi mangi sisobola kwekomya, ngira nnyongera okugakendeza kuba gajja kundeetera obuzibu okufuna ebizimba n'ebisigadde. Kati n'ensooka nziramu awo n'enzaala. مريم لديها استعداد وراثي يسمى فرط الإباضة، والذي يطلق أكثر من بويضة في الدورة الشهرية الواحدة، ويزيد بشكل كبير من فرص ولادة التوأم الثنائية والثلاثية وحتى الرباعية. لقد استمرت في الولادة بسبب طبيب ضللها بقوله إنه يجب عليها أن تستمر في الولادة لتقليل خصوبتها، وإلا فإن الأورام التي قد تتشكل في مبيضها قد تؤدي إلى وفاتها في وقت قصير. لا 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 لا. Anti agenda kuba mukodo kati gwe toba mukodo tokolanga ye bwakolakolanga gwe nganze wenkulagidde. هل هذا ابنك؟ This is the last born. كيف تأتي بأسماء جديدة لكل طفل مولود؟ Amanya agamu g'abazannyi b'aba Nigeria, amanya agamu g'abazannyi bwendaba ku TV, okugeza nnyinamu gwe bayita Ozo. Ozo muzannyi wa Nigeria naye nga batulugunya omulenzi oli. Awakanga Mukama Katonda mudda ate ye badi be batwalanga abaana, omwana ono gwe bayisa obubi yanunula olujja olwo n'okulufuula olw'omugaso. هل يمكنك تذكر جميع أسماء أطفالك وإخبارنا بكل اسم واحدا تلو الآخر؟ Kati abangi bennazaala bannema amanya kakati mugenda okubuzibwa kuba waswa nnyina bangi banakato nnyina bangi waswa muto waswa mukulu Nsubuga nnyina Jagati nnyina Emulani Namutebi Jane Nalubama abobuzanya nnyinawo Atimu Josefu Siyala Pensosozuku Chiwoma Magaya Shamira muto nawe Shamira mukulu nnyinawo Dija nnyinawo Viola nnyinawo Musoke nnyinawo Trevor nnyinawo Kao nnyinawo Emulani nnyinawo bangi kagamba bonna nga ng'omuzadde bonna siina gwe simanyi newemba simutegeddera mmanya nti gundi taliiwo ne gundi takolaki. هل هناك غرفة أخرى؟ This is my mom's room. It's here. هل تنام وحدها؟ Yeah, here. هذه ملابسها، أليس كذلك؟ تحب الملابس كثيرا، أليس كذلك؟ Picture. Yeah, that's a picture. هل تتذكر كل إخوتك؟ هل تتذكر أسماءهم؟ Yes. ماذا تحب أن تفعل مع إخواتك؟ I like كرة القدم؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ to be businessman. إنها مسلمة، لكن زوجها السابق كان مسيحيا، لهذا اختار بعض أبنائها أن يكونوا مسيحيين، والبعض منهم اختاروا أن يكونوا مسلمين. لا يعيش جميع أطفال ماما أوغندا تحت سقف واحد، هناك العديد من الغرف جنبا إلى جنب. هنا يعيش أطفالها الأكبر سنا مع أزواجهم. عندما نتحرك إلى الأمام هنا يعيش الأطفال الأكبر سنا أيضا مع أطفالهم، حيث كونوا أسرهم الخاصة، لذا هناك أحفاد أيضا. ها هي ورشة ماما أوغندا. مرة أخرى توجد هنا منازل للأطفال الأكبر سنا. في هذا المبنى كبير تعيش كل من ماما أوغندا وحوالي 10 إلى 12 طفلا معا. هذه هي الغرفة التي تنتج فيها ماما أوغندا الأدوية التي تبيعها. لم تكن تريدنا أن نأتي إلى هنا مرتدين أحذية، هنا ننتج الدواء. تقوم بمجموعة متنوعة من الأعمال لكسب رزقها مع أطفالها البالغ عددهم 38 طفلا. تتمنى مريم أن يصبح جميع أطفالها متعلمين. أحيانا تجمع الخردة وتبيعها، وأحيانا تعمل كخياطة، وأحيانا كمصففة شعر، وأحيانا تحضر الأدوية من النباتات وتبيعها. قالت مريم أيضا إن الأدوية التي تعدها مفيدة للعقم، ورغم أنها مسلمة فإنها تنتج أيضا المشروبات الكحولية وتبيعها. هل يشعر أطفالك بالغيرة من بعضهم البعض؟ Kizibu okumanya omwana gwe njagala
njagala siyinaako kyekubiira era nga bo. ما هي فكرتك عن تربية الأطفال؟ Mu bulamu bwange saasoma nsobole okubeera nga bonna nfune badokita nfune balooya nfune egamba abaana bange nga tebafaananga nze. Omwana omuwala yafuuka nnansi ebyembi tanyambye nga maama bwe yamala okusoma n'afuna omulimu emulago we yafuna eyamupaaza n'amutwala mbu erasya gye simanyi nakati sidangamu mmuwuliza era simanyi bimukola ki bimukwatako bulungi ssente n'asoma ebya yinginiya by'okuzimba akanika mmotoka ezo bwatyo era ali eyo mu kibuga era kwaba abaddirira awo akyasoma bya bulambuzi tuwa naye era kati ssente zamuyimiriza nti sinaba kutandika kukola ki. Poze mu mbeera ya covid eno nga bw'ogiraba abaana bazaaliddemu mu baana bange omu azadde validde ku myaka 14 olw'ensonga nti nembatwala bayiga enviiri abalenzi nembajjawo bagende bayiga zi kompyuta okukanika bwe kutyo paka okusoma nga kuzzemu okusinga okubeera wano ne batambula ne babuna ebyalo. Akali omanyi kyogenda okukola genda onoonye enkumbi. إذا كانت لديك فرصة للعودة إلى الماضي فماذا ستفعلين بشكل مختلف؟ kuba temuli kalungi konna okuleka okubonaabona. Ekyokubiri era naalisabye nzire mu nzaale kubanga kya mugaso Katonda yamanyi bwakikola sijja beevuma nti babi oba mbalabe ng'ekikulumu oba Katonda yansolako ekiki paka we maliriza okusoma nenoonyiza omusajja nga nze osanga yalisobodde simanyi oba mudda naakisobola n'essaawa zaalo buli musajja gwe ntunuulira mulimu akaveera kalimu amakerenda kaddugavu omwana ono omutwe guno atabusinga kawo tetujja musobola omutwe gumuluma omufuniremu bupainikira obwa bulawuni ne panademu ne septrinemu. وهذه منطقة المطبخ يتم طهي طعام الأطفال هنا. ماذا تطبخين هنا؟ لقد جعلوا هذه الغرفة مطبخا يغسلون أطباقهم هنا أيضا. بينما يعتني الأطفال الأكبر سنا بإخواتهم الصغار يتحمل الجميع مسؤولية الأعمال المنزلية مثل الطهي والتنظيف. تقول مريم إنها تستخدم 25 كيلوغراما من دقيق الذرة يوميا لضمان حصول أطفالها على تغذية كافية ونادرا ما يأكلون الأسماك واللحوم. إنهم يحملون الأغذية يحملها على رأسه. أخذ الأطفال الإمدادات الغذائية إلى والدته. ما هي السعادة برأيك؟ waliwo omuntu asobola okufuna essanyu ng'alina ebbaawe era essanyu lyange baana bange nawe mba nvuddeyo nga nyina ebyenkyankalanyizza bwe nkomawo wano awaka ntula nabo ne tuteesa ne tunyumya ne tuseka. Timuna Kampala mbebi wancyankalanya itambula kusazeko nga aji ku mucere kusazeko tolina womponera aibeni kabaka wa Buganda luga wabako tuboroze mpitake pa masanda bora mpomesa oluganda. تقول مريم منذ أن أصبحت أنجب الأطفال كالأرنبة تخلت عني عائلتي وطردت من المنزل ونبذني المجتمع، ولكن بمجرد أن يكبر أطفالي ويصبحوا أطفالا منتجين في المجتمع سأكون فخورة حقا. عندما سألت مريم عما إذا كانت قد فكرت يوما في تزويج بناتها البكر كانت إجابتها التعليم أولا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مريم كانت الزوجة الخامسة لزوجها السابق، فإنني أعتقد أن الرجل السابق لديه 60 طفلا على الأقل. رأيي الشخصي أن مريم ناباتينزي ما زالت مفعمة بالحيوية وحب الحياة، لم تستطع مآسيها النيل من روحها الطفولية. وفقا لبحث أجرته اليونيسيف يوجد في أوغندا فقط ما يقرب من 5 ملايين طفلا سبق لهم الإنجاب، إذ توجد أسواق لبيع الفتيات خاصة في المناطق الريفية في أوغندا، يتم شراء الفتيات من عائلتهن مقابل حيوانات مثل الماعز والأبقار. شكرا لمشاهدتكم، معكم روهي تشانل.